ازيك يا صاحبي؟ ايه الاخبار؟ جاهز نبدا العظمه بتاعت النهارده؟ يلا بينا. في الجزء اللي فات عرفنا ان في واحد اسمه باي كان دايما الناس بتفضل تقول له انه مش قادر يتخطى المستوى اللي هو فيه وينتقل للمستوى التاني من القوه، حتى بعد ما اتمرن لمده 3000 سنه بس بيقدر يسيطر على قوته. واميره اسمها واي بتطلب منه يحقق معاها في الحاجات الغريبه اللي بتحصل في المملكه بتاعتها. زي ما كسبنا في التحدي اللي فات ووصلنا ل 10000 لايك، عايزين نشوف لو هنوصل في التحدي ده كمان ل 10000 لايك زيهم. يلا ورينا نفسكم يا ابطال. من هنا بنكمل قصتنا وبنشوف واي وهي قاعده مع مرات ابوها المستقبليه سو وهي بتقيس الفساتين. واي بتلاحظ ان قلب باباها بقى ضعيف الفتره الاخيره، وبعد شويه بتعرض على سو انها تساعدها في اللبس. ولما بتشوف الندبه بتاعت سو بتفتكر وقت ما قالت لها انها تبقى بنت ملك الوحوش الادمي، ومن الاف السنين حصلت حرب بين البشر والوحوش، وان ملك الوحوش كان مجرد محارب في جيش الوحوش. وبعدها عمل علاقة مع واحدة، ولما خلفت كان عايز يقتل الطفلة واللي تبقى سو، بس هي قدرت تعيش من بعد ما مامتها ضحت بحياتها وهي بتنقذها. وسو بتقول إن حتى وأمها بشرية، هي كانت الطفلة الوحيدة لملك الوحوش واللي ورثت دمه وقدراته كلها، وعشان كده هو عايزها. وده برضه نفس السبب اللي خلاها تبان إنها المسؤولة عن مشكلة الزومبي، وإنه فاكر إنه لما يخلي البشر يكرهوها كده هتضطر ترجع على مملكة الوحوش، بس هي حالفة إنها ما تروحش هناك أبداً. وهنا بنعرف إنها كانت بتمنع الوحوش من إنهم يقتلوا في العالم ده، وواي بتبقى عايزة ترجع المملكة وبتقول للكل إن سو بريئة، بس عشان يعملوا كده محتاجين يعرفوا الأول مين اللي ورا الفوضى بتاعت الزومبي اللي حصلت دي. فواي بتعرض عليها إنها تساعدها، وفي الناحية التانية سيما بيعرض عليهم إنهم يجهزوا للاحتفال زي ما أمرهم، وبنعرف إن ده معناه إن الأطفال اللي هيضحوا بيهم مرتبينهم كويس وادوهم مخدرات كتير تخليهم يدخلوا في غيبوبة لحد وقت الاحتفال. بس أول ما الحراس بيمشوا باي بيرجع يتحول لطبيعته وبيصحي الأطفال كلها، وتاني يوم مراسم الاحتفال بتبدأ، وسيما بيطلب من الأسلاف إنهم يساعدوا الإمبراطور يتجوز سو، والكل بياخد موقعه، والرصيف اللي المفروض يبقى عليه الأطفال اللي هيضحوا بيهم بيترفع، وسيما بيتصدم لما بيلاقيه فاضي. بعد شوية الأطفال بيظهروا ومعاهم باي وبيحتفلوا بوصول عروسة الإمبراطور واللي بتعلن رغبتها في الجواز من الملك، وبتطلب من سيما إنه يبلغ ملك الوحوش إنها مش هترجع له أبدا. فسيما بيقول لها إن خطته هتنجح أكتر، وإن البشر هيفضلوا كارهينها مهما عملت، وهيفضلوا شايفينها على إنها وحش. وباي بيعرف إن سيما يبقى في الأساس واحد اسمه تشوي، وهو أصلا يبقى وحش شجري، وباي قتل أمه. وهنا تشوي بيظهر على حقيقته وبيكشف للكل شكله الحقيقي، وبيحلف إنه هينتقم لموت أمه. فسو بتتحايل عليه إنه يغير رأيه لأنه من الآخر مش هيقدر يقف قدام باي، بس تشوي بيبقى عارف إن باي لسه في المستوى الأول بتاع المبتدئين وبيبدأ يهاجم في كل مكان. وباي بيفهمه إنه كان ناوي يسيبه يمشي، بس بعد اللي عمله هو مستحلف له ومش هيسيبه غير وهو بيقول حقي برقبتي، تعال لي يا برنس. وبيثبت إنه جد في كل كلمة قالها لما بيحول الوحش الشجري لقطعة عفش، وتشوي بيتحول لكرسي شكله برنس. وباي بيخليه يعترف إنه هو اللي ألقى التعويذة في المقابر. فتشوي بيشرح لهم إن الإمبراطور القديم كان عايز أي حد يرجعه يعيش، وقبل ما يموت كان مخطط إنه يضحي بناس من الشعب بتاعه، وبيقول إن البشر أصلا وحشين زيهم زي الوحوش، ومستغرب ليه سو مختارة إنها تقف في صفهم. فسو بتقول إنها ما اختارتش إنها تبقى في صف حد، وكل اللي هي عايزاه هي بس إنها تنهي الحرب. فتشوي بيقول لهم إن التعويذة مش بتحتاج إنهم يضحوا بالأطفال عشان تتم، وإنه باستخدام دم واي اللي بتنحدر من سلالة دم التنين هي الطريقة التانية اللي بيفعل بيها التعويذة. وفي الوقت ده التعويذة بتتفعل من الوردة اللي عليها دم واي، فالتلاتة بيتفقوا إن جه وقت الخطة البديلة. فباي بيكشف التعويذة وبيقول لهم إن واي هي الوحيدة اللي تقدر توقفها، والتعويذة دي بتبقى خطيرة جدا وقوية جدا لدرجة إن الشياطين مش بيستخدموها، وبتعمل رابط بين الناس على بعد 100 ميل. ولو التعويذة دي اتكسرت وقتها الرابط هيتكسر وممكن يأذي الناس. وخطتهم كانت إن باي ينقذ الأطفال وواي تمسك الشرير، بس لو التعويذة اتفعلت وقتها بيقرروا يكسروا التعويذة بالقوة، بس ده معناه إن على الأقل 10,000 شخص هيموت. وباي بيشرح لهم إن بما إن واي ورثت دم التنين فهي تقدر تكسر الرابط من غير ما حد يتأذي. تفكير معلمين ده يا برنس، بس ده برضو معناه إن السلف هيمتص دمها وممكن كمان يموتها عشان يرجع يعيش. وتحت في المعبد السلف بيفرح لما بيلاقي واي جت وبيفتكرها جاية تحييه، وبيقول لها إن الزومبي دول كانوا مجرد تضحية تساعده يبقى خالد. وواي ما بتبقاش قادرة تستوعب قد إيه تصرفات الأسلاف مرعبة وبتحاول تكسر التعويذة. فالسلف بيقول لها إنه مش مهتم بالرابط اللي بيوصل بالناس بما إنه دلوقتي معاه دمها يتغذى عليه براحته. وواي بتقدر تكسر التعويذة، وباي
بينط ساعتها، بس السلف بيكون امتص دمها كله، وبيشرح لها هو ازاي يستخدم الدم بتاعها عشان يوصل للعالم الأعلى. وواي بتقول لباي إنه ما ينفعش يسيبوه يهرب ولازم يموت، بس باي ما بيبقاش قلقان قوي منه، والسلف بياخد باله إن باي لسه في المرحلة الأولى، وطبعا بيتخض لما بيشوف قد إيه باي بالقوة دي، وبيستغرب هو ازاي كده. بس باي ما بيضيعش وقت في إنه يجاوبه على سؤاله، وبيقعد يمرجحه يمين وشمال زي العروسة. فالسلف بيعتذر له وبيقول له وربنا انا عيل صغير يا باشا، روحني والنبي، ومش عايز اموت والنبي، مش عاوز اموت. بس باي ما بيرضاش يموته بسهوله كده الا لما يوريه سر الفن القتال بضربه اسمها كاسره العظام. ما تيجي نجربها فيك يا برنس. وبيكسر عظمه حرفيا لفتافيت، وبعدين بيرجعه على التابوت بتاعه، وبيروح يطمن على واي واللي بتبقى عايزه المعبد كله يتحرق باللي فيه. وفعلا باي بيولع في المكان. وبعد ما بيخلصوا من الدمار ده، باي بيفتكر مشهد قديم من ذكريات في الماضي، وبيفتكر وقت ما كان طفل والوحوش محوطاه، وبيطلع له راجل وبيعزمه بياخده معاه في طريق القوه. ولما بنرجع للحاضر، باي بيبقى بيشرح للينج ان هو المسؤول عن المشاكل اللي حصلت دي، بما انه ما خدش الارواح الغلط. فلينج بيقول له ان روحه تعتبر لسه من الاولويات بتاعته، بس حاليا هو ياخد الارواح التانيه، وفعلا بينزل المعبد عشان ياخدها. وبعد شويه سوب تيجي بتقول له ان واي هتبقى كويسه قريب، وده بفضل دم التنين اللي في جسمها. وبعدها بنشوف واي وهي بتدوق دمها، وبتلاقي انه مفهوش حاجه مميزه للدرجه. فسوب تحكي لها اسطوره الملكه والتنين الخالد اللي حبوا بعض واتجوزوا وخلفوا بنت، وده معناه ان دم واي غالي جدا ولازم يفضل سر، لانه لو اتكشف هيعرض حياتها للخطر. فواي بتسال اذا كان باي قوي فعلا ولا لا، بما انه لسه محشور في المستوى الاول من اكتساب القوه. فسوب تشرح لها بص يا ستي، هو باي في المستوى الاول، بس مميز جدا والناس كلها بتحترمه وبتعمل له 1000 حساب. طب اقول لك على حاجه انت مش غريبه، حتى الشياطين كمان بيخافوا منه وبيعتبروه انه معلم حكيم في استخدام السيوف، وان هو اللي محافظ على النظام في المملكه، ولولاه كان زمان المملكه كلها في حاله فوضى. وفي الناحيه التانيه لينج بيشرح لباي ان الواحد لما يتبعث دي مش حاجه وحشه، وبيحاول يقنعه انه يبطل يقاوم مصيره، بس باي بيبقى عايز مهله كمان عشان هو لسه مش جاهز انه يتبعث، وبيشرح له انه قرب قوي من انه ينتقل للمرحله التانيه. فلينج بيضحك عليه عشان هو بقاله 3000 سنه بيقول نفس الكلام، وبيقولوا انه فاضل يومين بس على المهله بتاعته اللي مدتها 10 ايام. ولما بيرجع المملكه، الامبراطور بيشكر باي على مساعدته، وبيطلب منه انه ياخد باله من بنته من هنا ورايح. ولما باي بيحاول يتهرب من المسؤوليه دي، الامبراطور بيشرح له انه محتاجه بس يدربها شويه، وفي نفس الوقت الولاد هيقدروا يحموا المملكه لمده طويله. فواي بتقوله انها محتاجه تتدرب بس، ومش محتاجه تدور على عريس. فباي بيقول له انه كده مش هيقدر عشان هيسافر كتير، بس واي بتقوله انها مش هتتعبه. وباي بيبقى لسه متردد، يا جدع وافق. واي بتفتكره خايف لا تتفوق عليه، والخدم بيقطعوهم بالعشاء الاحتفالي، وبعدها الاتنين بيلاقوا نفسهم نايمين في السرير. وباي بيقول لها انها مش محتاجاه، وان الدم بتاعها ممكن يعرضهم للخطر وهم مسافرين. وبعد كده بنشوف باي وهو بيقاتل راجل لابس عبايه، واللي بيطلع لينج وجاي يقول له ان المهله بتاعت باي خلصت، بس باي بيقعد يتحايل عليه انه يديله مهله تانية. وفي اللحظه دي بتتحدف لؤلؤه في بقه، ولما بيبلعها بتطلع حبه تطويل العمر، واللي بتطول عمره ل4 سنين كمان و355 يوم. وبكده لينج بيضطر يمشي. وهنا بنعرف ان سو هي اللي حدفت له الحبايه دي، بس باي بيقول لها ان الحبه طعمها كان غريب شويه وعامله زي الدواء. فسو بتزعل، بس باي بيغير الموضوع وبيقول لها ان الوثيقه اللي فانج اداها له قبل كده زمانها اترجمت، فبياخد بعضه وبيمشي. ولينج بيسال سو هي ليه مهتمه بباي وبتساعده، فسو بتقول له ان هو كمان كان بيساعدها اساسا. وبعد كده بنشوف واي وهي بتتحايل على يونزاي انه يخلي باي يدربها، بس يونزاي بيقول لها ان القرار مش في ايده هو. وبعد ما بيعرف انها عايزه تتدرب عشان تحمي شعبها، بيوافق انه يساعدها يقنعوه، بس بيقولها بعدين ان باي بيتمرن حاليا وما حدش عنده الجراءه انه يضايقه، بس في طريقه يقدروا يقابلوه بيها. وبيقول لها انهم من قريب اتعرضوا لهجوم من وحش الرعد، والتصليحات كلفتهم كتير وخلتهم يفلسوا، وبيلمح لها انها لو اشتريت له حاجه واديتها له ممكن يقتنع. فواي بتوافق انها تبعت له مبلغ كبير تاني يوم، ويونزاي بياخدها معاه على السيف وبيطيروا ناحيه الجبل. ولما باي بيشوف واي بيتضايق وبيطلب من الناس كلها تمشي بما انهم جايين يتصنطوا عليهم، يلا يابا انت وهو كل واحد يشوف شغله. فواي بتقوله ان الناس اللي معاهم دول كانوا جايبين له هديه، بس باي ما بيبقاش مهتم غير بالوثيقه اللي اترجمت ويونزاي جايبها معاه. فباي بيطلب منه انه يمشي، بس بيتفاجئ لما بيلاقيه مشي وساب واي. وبالليل باي بيقول لها ان الطلبه هيجوا تاني يوم عشان ياخدوها وينزلوها من على الجبل، بس هي بتقول له انها عايزه تقعد معاه وتتدرب عنده اصلا. فباي بيرجع يركز على الوثيقه، بس بيلاحظ
إن الترجمة أصعب من الكتابة الأصلية، وبتطلع واي مجربة مخطوطات الترجمة دي قبل كده، فبيطلب منها إنها تترجم الباقي، بس ما بيبقاش صابر عليها، فبتقوله إنها ممكن تسيبه وترجع على القصر بتاعها. بس قبل ما بتمشي باي بيوقفها وبيوافق يدربها. أيوة كده يا جدع. وبعد شوية بنشوفه هو داخل يسلم عليها وبيناديها دلوقتي بالطالبة الغالية بتاعتي، وواي بتبقى قاعدة بتترجم المخطط اللي فيه سر تغطية للمرحلة. ولما باي بيوقع الشوربة بالغلط واي بتتعصب، فبيرجع بعدها بشوية وبيكتشف إنها خلصت ترجمة بس ما بيعرفش يقرأ خطها، فبتشرح له إن الكتابة بتاعتها بتقول إن في واحد اسمه الخالد في الأرض، هو شخص ملوش في حوارات الحياة والموت. بس المخطوطة ما جابتش سيرة لإزاي باي يقدر يوصل للمستوى التاني. بس باي ما بيبقاش مصدق إن ده كل اللي مكتوب، وبيفترض إن فانج أكيد ما كتبش كل حاجة كانت على الصخرة في المخطوطة، فبيقرر يروح هو بنفسه ينسخها، وبيقول لواي تجهز عشان هيبدأوا تدريب بالمرة. وبعدين بيقفوا بره يستنوا اللي هيجي يوصلهم، وبعد شوية فانج بيجي وبيقول لهم إنه جه على طول أول ما عرف إن باي محتاجاه وما غيرش هدومه حتى. يا عالجدعنة. بس بيتصدم لما يعرف إن باي عايز يروح لمكان اسمه الدمار العظيم لأنه لسه جاي من هناك، وبيقول له إنه مش غبي وإنه متأكد إنه نسخ كل اللي كان مكتوب على الصخرة بالنص. فباي بيقنعه بس إنهم يروحوا، وبيقولوا إن يمكن يكتشف بنفسه الطريقة اللي تخليه يوصل لمستوى الأعلى، وبيقول لواي تتعلم من التدريب ده. بس واي بتتردد بعد ما بتسمع إن المكان ده خطير جدا، بس باي بيوعدها إنه هيحميها. ورحلتهم بتبقى طويلة حبتين، وبيقابلوا في طريقهم حيوانات كتير متوحشة، واحد منهم بيبقى خطير جدا بس فانج بيهزمه بسهولة. بس طبعا بيقعد يتفشخر كل شوية بإنجازاته اللي بيعملها، وبيقعد يحكي طول الطريق عن اختبار الخلود اللي عمله. ما خلاص يا جدع صدعتنا. بس باي بيقول له إن الاختبار بتاعه ده ما كانش صعب قوي لأنه ما عملش شر كتير، وإن الناس اللي عملوا جرائم أبشع من دي بيمروا باختبارات أصعب، وأوقات كتير الخالدين بيضطروا يقتلوهم كمان. وأخيرا بيوصلوا على المكان اللي فانج شاف فيه الصخرة، بس مش بيلاقوا حاجة هناك غير الرملة. وواي بتشوف 3 عيون شكلهم لطيف طالعين من الرملة، بس باي بيجري عليها ينقذها عشان بيكتشف ان دي عيون وحش متوحش وفانج بيموته. بس باي بيقول له يدحرج نفسه في الرملة لان بقايا الوحش خلت ريحته تقرف. بس واي بتكون اتجرحت والدم بتاعها بيفعل التعويذة اللي بتكشف لوح الحجر، والمرة دي الصخرة بتبقى أكبر بكتير من المرة اللي فاتت لما فانج شافها. وباي بيطلب من واي إنها تترجم المكتوب، بس بمجرد ما بتلمس الصخرة بيحصل زلزال وبتطلع مدينة كاملة من تحت الأرض، والمكان بيكون مرعب جدا، خصوصا إنهم بيسمعوا صوت ناس بس مش بيشوفوهم. فواي بتقول لهم إنها لمحت في الصخرة إنها مكتوب عليها حاجة بخصوص أرض الخالدين وفيها سحر مميز، فبيفترضوا إن الأصوات اللي سامعينها دي أصوات عالم الهاوية. فباي بيسألها إذا كانت شافت أي حاجة بخصوص تخطي المرحلة، بس واي بتقول له إنها ملحقتش حتى تقرا باقي الصخرة. وبعد ما بيتمشوا أكتر في المدينة بيسمعوا صوت جرس عالي، وفانج بيقول لهم إن القوام الروحية بتتسحب منهم، وبيلاحظوا إن واي سبقتهم، وبيستوعبوا إن مستواها الضعيف واللي خلاها تنجذب للجرس. فباي بيحاول يخليها تستجمع قوتها الروحية بس مفيش أي فايدة. فباي بيقرر يبطل الصوت ده بالسيف بتاعه، والخطة بتنجح، فبيقول لفانج يبعدها عن صوت الجرس، بس بيفضل هو وبيلاقي مخطوطة ينقل فيها الكتابة اللي على الصخرة. وفي البداية الموضوع بيكون سهل، بس مع الوقت الصخرة بتبدأ تغطس تاني في الرملة، وباي بيبقى محتاج إنه ينقل الكتابة بسرعة. وبعد ما بيكتب كل حاجة بتكون واي خسرت معظم قوتها، وبنشوف تعويذة بتتفعل أول ما بيمشوا. ولما بيرجعوا على الجبل فانج ويونزاي بيروحوا يطمنوا على واي وبيلاقوها بتخف بسرعة، فباي بيطلع وبيزعلهم على صوتهم العالي وبيقول لهم إن واي هتخف بما إنه اداها جزء من طاقته الروحية. وبعدين بيديهم نسخة من الكتابة اللي على الصخرة وبيقول لهم يلاقوا حد يترجمها فوراً. وفي الناحية التانية واحدة من القور السلطانية اللي اتطلقت من التعويذة بتوصل لأرض تانية وبتدخل جوه شجرة، وبعد شوية 2 مسافرين بيكتشفوا إن المكان اللي كان فيه شجرة اتحول دلوقتي لمبنى ضخم. ولما بندخل جوه المبنى ده بنشوف شخص غامض لابس عباية وقاعد على العرش بتاعه. احنا كده خلصنا، بس ما تنساش تشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو عايز تشوف باقي الحلقات اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بالمناسبة لو وصلت معايا لحد هنا يبقى انت جامد جدا جدا. اكتب لي في الكومنتات انت وصلت معايا لحد الدقيقة كام، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشترك لو انت كنت لسه ما اشتركتش عشان ما ازعلش منك، احنا حبايب. اتفقنا يا صاحبي؟ وشكرا على الكومنتات بتاعتك الرائعة، واشوفك في الحلقة الجاية. سلام يا صاحبي.